صباح الخير عليكم جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده جاي لكم في فيديو جديد ونتكلم شويه كده واحنا بنحضر الغدا بتاعنا البسيط ده. النهارده هنعمل مكرونه بشاميل. قلت النهارده ايه واحنا بنعمل الغدا كده نتكلم شويه مع بعض. إيه، وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله، وبتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد مني باذن الله، والقناه تكبر بكم ان شاء رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لأمي وأبويا دعوة حلوة كده إن ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، أمي وأبويا وجميع أمواتنا إن شاء رب العالمين. وطبعا ما ننساش إخواتنا في غزة وفلسطين وفي كل الدول العربية، اليمن ولبنان وسوريا وكل الدول العربية، ربنا يحفظهم بإذن الله وربنا يبعد عنهم أي شر إن شاء رب العالمين. بتمنى النهاردة الفيديو يعجبكم، وبتمنى الكلام بتاعي يكون خفيف عليكم بإذن الله. وان شاء الله يعجبكم باذن الله الفيديو وتستفادوا منه ولو جزء بسيط باذن الله. النهارده بقى قلت ايه نعمل النهارده مكرونه بشاميل، حاجه سهله كده وسريعه وبتاخدش وقت على فكره في المطبخ، وكمان حلوه جدا جدا. احنا من الناس اللي يعني انا عن نفسي من الناس اللي بحب اعمل المكرونه، مش بحب جنبها بقى اللحوم والحاجات دي. لا، بحب اكلها لوحدها كده مع جنبها طبق مخلل كده، بتبقى طعمها حاجه تانية خالص وطلع حلوة جدا جدا. حاطة على الوش كده موتزاريلا عطيلها طعم ولون كمان حلو قوي. النهارده بقى عايزة اتكلم معاكم في ايه بقى. الكلام موجه لليوتيوب. شفتوا بقى على طول كده. اللهم صل عليك يا نبي. انا حزينة جدا والله العظيم، سواء على قناتي او على قنوات ناس تانية كتير جدا محتواه حلو قوي قوي. بنطلع بكل ادب بكل احترام بكل شياكة بكل نظافة. قنواتنا ما طالعة على الفضايح وقلة الادب وقلة القيمة، لا. وبالرغم من كده ما بيقترحش القنوات بتاعتنا دي. انا عايزه اعرف السبب في ايه، او هو المحتوى اللي هو بيحبه علشان يقترح القنوات بيبقى عامل ازاي. هو عايز يعني المحتوى اللي هو بيطلع على الفضايح والتشهير وقلة الأدب وجوزي طلقني وجوزي مش عارفة ايه وحماتي عملت كذا ومش عارف الكلام اللي انتوا عارفينه ده. لا وكذا يعني، بصوا، وحكايات وتأليف وروايات وما بتبقاش يعني كل حكاياتهم. احنا مالنا حتى لو حصل اللي حصل يا ست بينك، انت ليه بتطلعي سر بيتك مثلا؟ احنا هنستفاد ايه من اللي انت بتقوليه؟ مثلا هنروح نعمل زيك مثلا؟ اللي جوزها طلقها تروح تقول له طلقني؟ اللي حماتها مثلا بتأذيها هتقول لها روح تعمل زيها؟ وبالرغم من كده بيقترح، بصوا، بيعشق الحاجات اللي هي فيها فضايح وتشهير وسب وسب اعراض والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. يعني انتوا ما انتوش تايهين عن الكلام ده. انت عايز المحتوى ده؟ امتى هتقترح القنوات بتاعتنا دي؟ امتى ننزل الفيديو كده ما يجي لنا المشاهدات كده واحنا قاعدين مرتاحين؟ الفيديو بينزل بيقعد باليوم والاتنين والخمس ايام والست بيقعد بالعشر ايام ما بيجيبش مشاهدات. ما بيجيبش مشاهدات. هل المحتوى بتاعنا ده وحش؟ فيه ايه؟ انا عايز اعرف المحتوى ده فيه ايه. انت عايز فضايح بس؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي كل الشركات اللي انتوا اللي مسؤولين، اللي اصحاب اليوتيوب مسؤولة عنها. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. لما تبقى قنوات حلوة زي دي، قنوات محتواها نظيف، محتوى كويس جدا، ما بنعملش حاجة، بنطلع بكل شياكة بكل جمال بكل نظافة. ما فيش حاجة وحشة. الفيديو عشان نعمل فيديو زي ده بياخد مننا وقت ومجهود. على فكرة التصوير بياخد وقت كبير جدا. الواحدة لما بتعمل في بيتها بتعمل بنفس الامكانيات ده ونفس النظافة وكل حاجة، بس التصوير نفسه صعب. التصوير بياخد وقت ومجهود. اما نعمل فيديو زي ده وانزله على القناه وما تلاقاش فيه مشاهدات، امتى هتقترح لنا القنوات دي؟ امتى يجي لنا ارباح ويدخل لنا ارباح زي اللي بيدخل لهم بالملايين؟ بالملايين. يعني واحده قناتها داخله على 2 مليون وما زالت لسه بتقول جوزي وجوزي وحماتي وجوزي وحماتي عشان تدخل. يجي لها لما بتتلاقى بتاع المشاهدات عندها قالت تعمل الفضايح. ومعروفه جدا، معروفة جدا القناة دي. هي وغيرها هي وغيرها اللي بيطلعوا يقولوا ألفاظ. استغفر الله العظيم يا رب. ده الواحد بينه وبين نفسه ما يقدرش ينطق ولا يفتكر ينطق الكلام ولا يعرف الكلام ده أصلا.
وحابب القنوات دي وبالبصم، والله العظيم قناة طالعة على الفضايح والألفاظ الوحشة والقلة الأدب، وهي 1000 مشترك. كانت من كام يوم 1000 المشترك، النهاردة 5000 مشترك ولا 6000 مشترك، من كام يوم بالظبط. المشاهدات عندها كتيرة جدا جدا جدا، بتجيب بال50 ألف مشاهدة. احنا امتى بقى قنواتنا دي، امتى قنواتنا دي تطلع للنور والناس تشوفها، ومحتوى الناس تستفاد منه، حاجة الناس تستفاد منها. غير بقى الناس اللي كانت الناس ما كنتش اعرفهم ولا يعرفوني، بقوا يجوا يعلقوا عندي على طول دايما، واقول خلاص طالما بيجوا يعلقوا عندي اكيد مشتركين عندي، وقت ما اشترك عندهم ما القاهمش. يعني انتوا بتزكوا عليا مثلا؟ تيجي قبل ما اشترك عندها كل يوم اي فيديو انزله الاقيها يمكن اول واحده جايه عندي. وقت ما اشترك عندها خلاص مش عارفه ايه المشكله في ايه، ولا العيب في ايه، ولا انتوا يعني بتزكوا علينا مثلا، ولا امتى هنساعد بعض ونقف جنب بعض. اولا انا بشكر كل الناس اللي معايا مستمره معايا، ربنا يبارك فيهم يا رب، وهم عارفين نفسهم، هم عارفين نفسهم ما بيفوتوليش فيديو، الله يبارك فيهم وما يحرمنيش منهم ابدا ابدا. بس انا عايزه اعرف القنوات بتاعتنا دي هتقترح امتى؟ احنا كأن بننفخ في قربة مخرومه. تعبنا والله العظيم، تعبنا، انا عن نفسي تعبت. ببقى عدت الوقت اعمل الفيديو ببقى مش مشجعه زي الاول. نفسي الواحد يشوف ثمرة نجاحه او المجهود اللي عمله. اظن انا كلامي ده ما فيهوش غلط. الله المستعان. بشكركم كلكم، بشكر الناس اللي واقفه معايا، ما زالت واقفه معايا لحد النهارده، شكرا لكم كلكم.